بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات شرح رياضيات للصف الأول الإعدادي. قبل ما نبدأ شرحنا لازم نعرف إحنا هنشرح إيه. عندنا الرياضيات في الصف الأول بتتكون من 4 وحدات. الوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الثالثة دول بيتسموا مع بعض الجبر والإحصاء، والوحدة الرابعة لوحدها بتتسمى الهندسة. ده تقسيمة الرياضيات اللي لازم أن تكون عارفها من أول دلوقتي لحد لما توصل لثانوي. الوحدة الأولى عندنا بنتكلم فيها عن الأعداد النسبية، بتكون معانا 5 دروس. بعد لما نخلصها بنخش على الوحدة التانية اللي هي الجبر، والوحدة التالتة اللي هي الإحصاء. بنخلص الجبر والإحصاء، بعد كده بنبدأ إن احنا ننتقل للهندسة. عندنا الهندسة فيها واحدة اللي هي الهندسة والقياس، وبتتكون من 6 دروس. ده توزيع سريع للمنهج علشان نكون عارفين احنا هنمشي مع بعض ازاي ونبدأ نشرح ازاي. في ادوات انا هطلبها منك علشان تكون متابع معايا وتكون بتطبق الكلام اللي احنا بنقوله بشكل دوري مستمر. اللي انا محتاجه منك ان انت هتجيب لي كشكول وقلم وآلة حاسبة. اتمنى ان الحاجات دي تكون معاك في كل فيديو هنبدأ ان احنا نشرح فيه علشان نطبق مع بعض ونخش مع بعض على المنهج على طول. نبدأ مع بعض الدرس الاول من الجبر والاحصاء. في الوحدة الاولى من الجبر والاحصاء بنتكلم عن مجموعة الاعداد النسبية. واحنا في ابتدائي بدأنا ان احنا نتعرف على مجموعة من الاعداد. اول مجموعة خدناها اسمها مجموعة اعداد العد، اللي كنا بنرمز لها بالرمز عين. من كلمة عد خدنا منها حرف العين وبدأنا ان احنا نرمز ليها. حاجة صغيرة عايزك تكون عارفها طول ما احنا بنشرح رياضة، ان الرياضيات والعلماء بتوع الرياضة ما بيحبوش يكتبوا كتير، بيحبوا ان هم يختصروا. فدايما بتلاقينا بنتكلم بالرموز. يعني بدل ما اكتب كلمة اعداد العد كتبت لك مكانها عين، يعني خدت حرف العين وكتبته. كانت مجموعة اعداد العد عندنا بتتكون من 1 وال2 وال3 الى ما لا نهاية. دي خدناها قبل كده. كبرنا شوية وخدنا مجموعة الاعداد الطبيعية اللي كنا بنرمز لها بالرمز طاء. كانت مجموعة الأعداد الطبيعية دي هياها مجموعة أعداد العد بزيادة رقم كمان عليها اللي هو الصفر. يعني بتبدأ من الصفر 1 2 3 إلى ما لا نهاية. كبرنا كمان شوية خدنا حاجة اسمها مجموعة الأعداد الصحيحة. مجموعة الأعداد الصحيحة دي زي مجموعة الأعداد الطبيعية، بس زودنا عليها الأعداد السالبة. كانت مجموعة الأعداد الصحيحة بنبدأ من النص كده، الصفر، على اليمين الأعداد الموجبة اللي هي 1 و2 و3 إلى ما لا نهاية، وعلى شمال الصفر اللي هو -1 -2 -3 إلى ما لا نهاية. السنة دي كبرنا الحمد لله وبدأنا إن احنا ندخل على حاجات أحسن وأكبر، نقدر نفهم من خلالها الرياضيات بشكل أفضل. هناخد حاجة اسمها مجموعة الأعداد النسبية، وزي ما احنا اتعودنا ان احنا دايما بنختصر، فهناخد حرف النون ونرمز للأعداد النسبية بيه. ايه هي الأعداد النسبية؟ في تعريف بسيط جدا لازم نكون عارفينه. بيقول لي ان الأعداد النسبية دي هي س، حيث النقطتين فوق بعض دول معناهم حيث س بتساوي ألف على ب، والألف والب ينتميان للصاد، والباء لا تساوي الصفر. يعني ايه الكلام ده؟ الأعداد النسبية هي أي عدد ينفع إن أنا أحطه في صورة بسط على مقام. أي عدد ينفع إن أنا أحطه في صورة بسط على مقام، بشرط واحد، إن المقام ده ما يساويش الصفر. دي صور من صور الأعداد النسبية زي ما احنا عرفنا، ان هي تكون في شكل بسط على مقام.
البسط على مقام ده ممكن ما يديهوليش بشكل صريح، ممكن يقول لي ان هو عدد عشري. العدد العشري ده اللي هو فيه علامة عشرية. طب يا مستر انا ممكن اعرف ازاي ان العدد ده هو عدد نسبي؟ هقول لك حركة صغيرة قوي دايما تعرف تحول بيها اي عدد عشري الى عدد نسبي. انت شايف الرقم اللي بعد العلامة العشرية ده رقم 7. هشد شرطة كسر، انا عايز طبعا احول لعدد نسبي، وانا وانت اتفقنا ان الاعداد النسبية دي اللي هي في صورة بسط ومقام. هبدأ اشد شرطة كسر علشان اخليها على شكل بسط ومقام، واكتب العدد ده اللي هو كام؟ اللي هو 7. حاجة دي انا مش عايزك تنساها ابدا. علشان اعرف هحط المقام كام، باجي فوق العلامة العشرية دي وبحط واحد صغير، واشوف في كام رقم بعد العلامة. هنا في رقم واحد اللي هو كام؟ 7، بحط فوقه صفر، وابص شايف الرقم اللي فوق ده اللي هو 10؟ ده بقى المقام. معلش يا مستر واحدة كمان عشان انا مش فاهم. لو انا جيت قلت لك ان انا عندي العدد اللي اسمه 27 من 100، انا عايز اكتبه في صورة بسط على مقام. هتقول لي والله يا مستر انا علشان اكتبه بسط على مقام ببدأ ان انا اشد شرطة كسر، علشان انا وانت اتفقنا ان دي صورة العدد النسبي. بعد العلامة العشرية في ايه الارقام اللي موجودة عندك؟ في 27 بخليها فوق، وزي ما اتفقنا العلامة العشرية بحط فوقها واحد صغير، وفوق كل رقم بعدها بحط صفر، يعني الاتنين بحط صفر والسبعة بحط صفر. فوق الرقم ده اسمه ايه؟ اسمه 100، ده اللي بخليه في المقام. كده انا قدرت ان انا احول من عدد عشري لعدد نسبي، من عدد عشري لعدد نسبي. دي اول شكل من اشكال الارقام اللي انا ممكن احولها. الحاجة التانية ممكن يديني رقم على شكل نسبة مئوية. يقول لي مثلا انا عندي 12%، ال 12% دي عايز احولها الى صورة بسط ومقام يعني عدد نسبي. بقول له والله سهلة، فبشد شرطة الكسر بتاعتنا واقول له الرقم ده كام؟ 12، يبقى خليه فوق، وانا عارف ان علامة في المية دي يعني على 100. برضو لو انا عندي الرقم ده 35%، عايز اخليه في صورة بسط ومقام، بشد شرطة الكسر واقول 35 على 100. في شكل تاني من اشكال الاعداد النسبية. الرقم ده اسمه 5، ده رقم صحيح. يعني ايه رقم صحيح؟ يعني ما تقسمش، ما فيهوش كسور، مش 5.5، مش 5.25. الخمسة دي برضو على شكل عدد نسبي. ازاي يا مستر مع ان هي ملهاش مقام؟ اقول لك اي رقم في الدنيا ملهوش مقام مقامه بيكون 1. يعني لو قلت لك ان ال 12 مقامها كام؟ هتقول لي مقامها 1. اول سؤال عندنا بيقول لي وضح لماذا يكون كل من الاعداد الاتية عددا نسبيا. اول حاجة بيقول لي الرقم اللي هو اسمه 3 صحيح و2 على 5. العدد ده عدد نسبي. طب عرفت منين يا مستر؟ انا هعمل حاجة اسمها هرفع الكسر. انا مش عايز يكون عندي عدد صحيح جنب الكسر، فهعمل عملية اسمها عملية رفع الكسر. بتتعمل ازاي؟ بشد شرطة الكسر وببدأ انزل المقام زي ما هو اللي هو 5، وابدأ ان انا اضرب. بتضرب ايه يا مستر؟ بقول 3 في 5 وبعد كده اجمع عليهم البسط. ازاي؟ 3 في 5 ب15، 15 زائد 2 ادتني 17. تعالوا نشوف هو ده على شكل بسط ومقام؟ صح، دي اول حاجة انا عايزها على شكل بسط ومقام. تاني حاجة، هل المقام صفر؟ لا يا مستر المقام 5، يبقى ده عدد نسبي. تاني حاجة بيقول لي سالب 17 من 100. الاول احوله، خلي السالب ده لوحدها وابدأ شد شرطة الكسر بتاعتك. العدد ده اسمه عدد عشري. يعني ايه عدد عشري؟ يعني عدد فيه علامة عشرية. وعرفنا ان احنا ازاي بنخليه عدد على شكل بسط ومقام.
بشوف العدد اللي جنب العلامة العشرية اللي هو اسمه 17، واشوف العلامة العشرية جنبها كام رقم، رقمين، يعني هنزل صفرين زي ما اتعلمنا. يبقى ده اول حاجة على شكل بسط ومقام. بس واحد ممكن يقول لي يا مستر ده فيه سالب، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. يبقى اول حاجة على شكل بسط ومقام. تاني حاجة ابص هو المقام فيه المقام صفر؟ لا ده المقام 100، يبقى اذا ده عدد نسبي. يبقى انا عندي الشرطين بتوعي. رقم 3 بيقول لي 6/1000، عايز اشوفها عدد نسبي ولا لا. هبدأ ان انا احولها. العدد اللي هنا الصحيح، الرقم اللي انا شايفه قدام مني كام؟ اللي هو 6. هبدأ اشد شرطة الكسر واكتب ال6 فوق، وابدأ اشوف احط فوق العلامة 1 وفوق كل رقم من دول صفر. كل خانة رقم بحط صفر. اتكتب عندي فوق كام؟ اتكتب 1000، يعني هخلي المقام 1000. ابدأ اشوف الشروط بتاعتي. في صورة بسط ومقام. ادي اول حاجة. هل المقام صفر؟ لا يا مستر المقام مش صفر، المقام 1000. يبقى اذا ده عدد نسبي. رابع حاجة 27%. ابدأ اشوف. ادي بنزل ال27 واقول على في المية، يعني بحولها اخليها في المقام 100. ابدأ اشوف العدد فعلا على شكل بسط ومقام، ومقامه مش صفر، فيكون عدد نسبي. بيقول لي إذا كانت س عددا صحيحا فاكتب الشرط اللازم لكي يكون كل مما يأتي عددا نسبيا. احنا اتفقنا ان احنا علشان يكون عندنا عدد نسبي في شرط اساسي لازم يكون متواجد، ان المقام ما يكونش بصفر. طب هنا بيقول لي علشان العدد ده يكون عدد نسبي ايه اللي يحصل؟ هقول له المفروض ان يكون المقام كله اللي هو اسمه 2 س ده لا يساوي الصفر. طب انا عايز السين لوحدها، فهقسم. عايز اشيل اللي قدام السين دي، بقت اتحولت معايا لمعادلة. علشان احل المعادلة واشيل اللي قدام س هقسم على اللي قدامها هنا واقسمه عليه هنا. لما اقسم هنا هقول ان 2 على الاتنين فيها الواحد وهيروحوا مع بعض، صفر على اي حاجة فيها الصفر، فالمفروض ان س لا تساوي الصفر. ده اول حاجة. المسألة التانية بيقول لي 5 على س ناقص 3. انا عايز اقول ان العدد ده عدد نسبي، وانا عارف ان انا علشان اقول على عدد ان هو عدد نسبي لازما المقام ده ما يساويش الصفر. فهاخد المقام ده واكبره كده قدامي، اقول ان س ناقص 3 انا مش عايزها تساوي الصفر. بقت معادلة. ابدأ احل المعادلة. هعمل ايه في المعادلة؟ هاخد السالب 3 واخده بعكس الاشارة واوديه عند الصفر. بص معايا، يبقى س وانزل لا تساوي، ولما هودي سالب 3 وعد بعد علامة لا يساوي كده هتبقى بالموجب، تبقى 3. يبقى س مفروض لا تساوي ال3. طب تعالى لو انا خليت ان س ب3 هاجي احطها هنا، اقول شلت السين، شلت السين عندي بقت 3 ناقص 3 بقت صفر، فخلى ان ده ما ينفعش ان هو يبقى عدد نسبي. تعالى على المسألة اللي بعدها. بيقول لي 3 على 4 ناقص س، انا عايزه يكون عدد نسبي. انا قلت له ان هو هيكون عدد نسبي في حالة ان المقام اللي اسمه 4 ناقص س لا يساوي الصفر. برضو بقت معادلة. هبدأ احلها. هودي السالب س بعكس الاشارة بعد علامة اللا يساوي، هنزل الاربعة ما جتش ناحيتها واللا يساوي، واودي دي بعكس الاشارة تبقى س. يبقى س مفروض ما تساويش 4، ممكن تساوي اي رقم غير 4، 5 6 10 20 1 2 اي رقم معاه ده الا 4، لان هي لو ساوت الاربعة فالكسر ده هيبقى اسمه 3 على 4 ناقص 4 اللي هو هيساوي 3 على 4 ناقص 4 صفر، وده كده بقى عدد غير نسبي علشان المقام بتاعه بصفر. طب تعالى على اخر واحدة.
بيقول لي 7/8 س امتى يكون عدد نسبي؟ قلت له هو هيكون عدد نسبي لو المقام بتاعه لا يساوي الصفر. هعمل ايه؟ قلنا بقت معادلة، طالما س قدامها رقم، ايه العدد اللي اضربه في الرقم ده يديني صفر؟ 8 في كام بصفر؟ 8 في صفر، يعني س مفروض لا تساوي الصفر. طب يا استاذ لو السين بقت بصفر ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف مع بعض. مفروض اهو تبقى 7/8. طالما ال8 جنب السين ولازقين في بعض مفيش بينهم اي حاجة، يعني في واحنا قلنا السين ما ينفعش تساوي الصفر. بقت 7/8 في صفر بصفر، فأصبح عدد غير نسبي. يبقى أنا بقول له إن البسط والمقام دول أو العدد النسبي ده هيكون عدد نسبي إلا لو السين دي كانت بصفر. يعني يا مستر ممكن السين تكون بكام؟ بأي عدد، 1 2 10 20 -1 -2، بس ما تكونش صفر. هنا بيقول لي إذا كان العدد النسبي س ناقص 3 على س زائد 3 بيساوي الصفر، فيوجد قيمة السين. طالما قال لي ان العدد النسبي ده بيساوي الصفر، يبقى وانا مغمض ما ينفعش ان المقام يكون بصفر، ممكن البسط هو اللي بصفر. فابدا اخد البسط ده واقول ان هو اللي بيساوي صفر عشان ابدا اجيب السين. يبقى اقول ان 3 او س ناقص 3 اللي هي في البسط هي اللي هتساوي الصفر. بقت عندي معادلة ابدأ احلها. بحل المعادلة ازاي؟ في رقم جنب السين ببدأ اوديه بعكس الاشارة بعد علامة يساوي، يبقى اقول له س هتساوي ال3 هنا بالسالب، بعد علامة اللي يساوي هتبقى بالموجب، يعني س هتبقى بكام؟ ب3. احنا بعد لما جبنا السين ب3 تعالوا مع بعض نعوض. هنعوض فين يا مستر؟ هنعوض في المسألة اللي هو مديها لي. هشيل كل س واحط بالقيمة اللي انا جبتها. يلا السين ناقص 3، جبنا س بكام؟ ب3. اشيل السين واحط 3 ناقص ال3 اللي هو مديها لي على، مش هنا بيقول لي س زائد 3؟ وانا جبت س برضو بكام؟ ب3. اشيل ال3 يبقى 3 زائد 3 بيساوي. مالكش دعوه بهنا، انا عايز اتاكد هل الناحيه اليمين اللي جنب اللي يساوي هنا هتساوي الناحيه الشمال، لان علامه اللي يساوي عندي هنا زي ما اكون ميزان، لازم ان الكفه اليمين تبقى قد الكفه الشمال عشان يكونوا قد بعض. فوق 3 ناقص 3 بصفر، وتحت 3 زائد 3 ب6. صفر على اي حاجه بصفر. خد بالك شايف الصفر ده؟ مش هو الصفر ده كده. انا حلل صح. المسألة التانية، انا عايز لو حد مش فاهم حاجة يكتب لي في الكومنتات تحت ايه اللي هو مش فاهمه وانا اعيدهوله تاني. بيقول لي العدد النسبي س ناقص 2 على س ناقص 1 بيساوي الصفر. طالما قال لي بيساوي صفر، يعني وانا مغمض هقول ان البسط هو اللي بيساوي الصفر. طب ليه يا مستر انا ما خليتش المقام هو اللي بصفر؟ لان انا وانت اتفقنا ان المقام في العدد النسبي ما ينفعش يساوي الصفر، فاخد البسط اللي هو اسمه س ناقص 2 هقول ان هو بيساوي الصفر. بقت عندي معادلة. تاني بفكرك ان كلمة معادلة يعني في مجهول. يعني ايه مجهول؟ يعني انا معرفوش وفي برضو معاها يساوي. بقت معادلة، ابدأ احل، انزل السين واقول بيساوي، هودي الاتنين او -2 دي بعكس الاشارة. هنا سالب هوديها بعكس الاشارة تبقى موجب، يعني اللي السين بتساوي 2. تعال نشوف الكلام ده صح ولا مش صح. ابدأ اعوض، اشيل كل س واحط مكانها 2، يعني هو مفروض س ناقص 2 على س ناقص 1. هقول له هتساوي، اشيل السين اللي هي بكام؟ ب2، يعني 2 ناقص 2، وتحت اشيل السين واحط 2 يبقى 2 ناقص 1. اقول له بيساوي 2 ناقص 2 صفر على 2 ناقص 1 1. صفر على اي حاجة بصفر.
ركز معايا، شايف الصفر ده هو الصفر ده، يبقى انا حلل صح، يبقى السين عندي بكام؟ ب2. تعال على المسألة الأخيرة، بيقول لي إن 2 س ناقص 4 على س زائد 3 بتساوي الصفر. معناها ايه يا مستر؟ إن البسط هو اللي بصفر. ماشي، يبقى أقول إن البسط اللي هو اسمه 2 س ناقص 4 بتساوي صفر. بقت معادلة معايا، هبدأ أحلها بكل سهولة. المعادلة طالما فيها كذا رقم اتفرج عليا علشان تعرف تحلها. هخلي الاتنين س زي ما هي واشوف الرقم اللي جنبها. الرقم اللي جنبها -4، هنزل بيساوي واوديه بعكس الاشارة. هو هنا سالب يروح هناك موجب، يبقى 4. طب انا هنا عندي 2 س، انا عايز السين الواحدة. بعمل ايه؟ بقسم على اللي قدام س. اقسم هنا كده على اللي قدام س. اللي قدام س كام؟ 2، يبقى اقسم على 2. طالما انا عرفت ان المعادلة يعني ميزان، عملت حاجة في الكفة دي اعمل نفس الحاجة في الكفة التانية علشان يبقوا قد بعض. قسمت هنا على 2، يبقى الناحية التانية اقسم على 2. لما اقسم هنا على 2، 2 على 2 فيها الواحد، 4 على 2 فيها الاتنين. معنى كده ان السين هتساوي 2. تعال نعوض مع بعض. هقول ان الاتنين س ناقص 4 على س زائد 3. انا اتفقت انا وانت ان احنا هنشيل كل س ونحط مكانها 2. انزل الاتنين اللي قدام س، وس جبناها ب2 يعني في 2. قلت لك طالما الرقم جنب المتغير يعني مضروبين في بعض. ناقص 4 على س زائد 3، هنشيل السين ونحط 2، يبقى 2 زائد 3. ده كله بيساوي 2 في 2 ب4. 4 ناقص 4 يعني 0 على 2 زائد 3 ب5. 0 على اي حاجة ب0. خلي بالك ادي الناحية دي قد الناحية دي. بدأنا ان احنا ناخد العدد النسبي واشتغلنا على العدد النسبي. وصلنا لحد حاجة اسمها صور العدد النسبي. يعني ايه صور العدد النسبي؟ يعني العدد النسبي ده ممكن العدد الواحد يكون ليه اكتر من صورة او اكتر من شكل. تعال نشوف الكلام ده. بيقول لي ملحوظة: العدد النسبي أ على ب لا تتغير قيمته إذا ضرب حداه يعني البسط والمقام أو قسم على عدد واحد لا يساوي الصفر. يعني ايه الكلام ده؟ لو أنا عندي العدد النسبي اللي هو 3 على 7، ده عدد نسبي في شكل أ على ب والمقام بتاعه ب7 مش ب0. لو أنا ضربت في رقم فوق وفي تحت نفس الرقم هيدينا عدد نسبي جديد، هو العدد النسبي ده. تعال نشوف مع بعض. لو قلنا 3 على 7، انا هضرب في البسط فوق في 2، وطالما ضربت فوق في رقم اضرب تحت في نفس الرقم. اقول بيساوي 2 في 3 ب6، 2 في 7 ب14. شايف العدد ده هو العدد ده. طب تعالى احنا كده ضربنا العدد اللي اسمه 16 على 64. لو قسمت فوق وتحت على ال16 هيديني الرقم النسبي الجديد اللي اسمه 16 على 16 فيها الواحد، 64 على 16 فيها ال4. شايف العدد ده هو ده، بس ده اختصرناه لده. يبقى العدد النسبي اللي هو اسمه أ على ب قيمته ما بتتغيرش، بس شكله ممكن يتغير، اللي هي صورته ممكن تتغير لو اتضرب حداه. ايه هو حداه؟ اللي هو البسط والمقام.
لو ضربناهم او قسمتهم على عدد واحد. يعني لو ضربت فوق في رقم اضرب تحت في نفس الرقم، يعني لو ضربت فوق في 5 اضرب تحت في 5. برضو في القسمة لو قسمت فوق على 5 اقسم تحت على 5. طب لو قسمت فوق على 10 اقسم تحت على 10. نبدأ نشوف حاجة من صور العدد النسبي. عايزين نكتب العدد النسبي في ابسط صورة. ممكن يديني عدد نسبي كبير مقسوم على عدد نسبي كبير، فانا هبدأ اختصرهم مع بعض. بيقول لي 8 على 12. ابدأ اراجع جدول الضرب اللي انا كنت حافظه في الابتدائي. هلاقي ان التمانية دي اقول كده بيساوي، مش التمانية دي عبارة عن 4 في 2، وال 12 دي عبارة عن 4 في 3، صح؟ مش هنا في 4 وهنا في 4؟ ايوه يا مستر فيه. ينفع ان انا اطيرهم مع بعض، على الاربعة فيها الواحد، على الاربعة فيها الواحد، واقول 1 في 2 ب2، 1 في 3 ب3. يبقى انا اختصرت الرقم ده للرقم ده، وهو نفس الرقم. تعالى هنا بيقول لي سالب 12 على 36. مش السالب 12 دي، خلي السالب بره، مش ال 12 دي عبارة عن 12 في 1، وال 36 دي عبارة عن 12 في 3. هنا عندي 12 فوق و12 تحت، هطيرهم مع بعض، راحوا مع بعض، هيتفضل عندي الكام؟ الواحد على 3. واوعى تنسى السالب اللي في الاول. انا ممكن اعمل الكلام ده بالآلة، بس الآلة هي أداة مساعدة ليك. 12 وقلت يساوي، هتطلع لي الرقم النسبي اللي هو 2 على 3 اللي احنا جبناه. تعال نشوف التاني اللي اسمه سالب 12 على 36 بيساوي سالب 1 على 3 اللي احنا جبناه. خدنا الصورة الأولانية من صورة العدد النسبي اللي هي كانت إن أنا أخليه في أبسط صورة ليه، إن أنا أختصر البسط مع المقام. تاني صورة إن أنا أكتب العدد النسبي في صورة نسبة مئوية. بيقول لي اكتب كل مما يأتي في صورة نسبة مئوية. أول حاجة 9 على 20. علشان اكتب اي عدد في صورة نسبة مئوية بضرب العدد ده في 100 واقسمه على 100. قال لا ازاي يا مستر؟ اقول لك العدد اللي عندك اسمه 9 على 20، اضربه في 100 واقسمه على 100 وقول لي بيساوي كام في المية. تعال نشوف مع بعض على الآلة. 9 على 20 في 100 بيساوي 45. طب يا مستر انت ليه ما قسمتش على 100؟ لان ال100 اللي هنا دي انا خليتها على الشكل ده، يبقى انا الرقم بتاعي ده اللي هو اسمه 45%. طب تعالى نعمل مع بعض 5 على 16. اقول 5 على 16 واقول في 100 على 100 بيساوي، هحول 100 دي على طول لشكل النسبة المئوية واستخدم الآلة. 5 على 16 في 100 بيساوي، طلع كام؟ انا بحول دايما من الشكل اللي هو بسط على مقام ده لشكل عشري من الاس دي. 31 و25، 31 و25 من 100%. عندي اخر حاجة 17 على 1000. برضو هقول 17 على 1000 في 100 على 100. احول 100 دي لشكل النسبة المئوية اللي هو كده، شرطة مايلة وفوق صفر وتحت صفر. طلع الآلة.
17 على 1000 في 100 بيساوي، احولها بقت 1 وكام؟ 1.7. يبقى 1.7 عندي 4 على 5 برضو نفس الطريقة، يبقى 4 على 5 في 100 على 100. احول 100 اللي تحت دي النسبة مئوية، طلع الآلة واقول 4 على 5 في 100 بيساوي 80%. دي كان الصورة التانية للعدد النسبي. الصورة التالتة من صور العدد النسبي ان انا احوله الى عدد عشري. خدنا في اول الدرس ان انا ازاي احول العدد العشري لعدد نسبي. هنا العكس، علشان احول العدد النسبي الى عدد عشري لازم أنا اخلي المقام يا 10 يا 100 يا 1000. في اول مسألة بيقول لي 2 على 5. الخمسة دي عايز احولها يا 10 يا 100 يا 1000. ازاي؟ ايه العدد اللي اضربه في 5 يديني 10 او 100؟ هلاقي لو ضربت الخمسة في 2 مش انا ضربت تحت في حاجة، اضرب فوق في نفس الحاجة، اقول بيساوي 2 في 2 ب4 على 2 في 5 ب10، خليت المقام 10. ابدأ اقول له ان الرقم ده بيساوي، انزل العدد اللي في البسط، مفيش هنا علامة، يعني العلامة مستخبية هنا وما بتتكتبش. عندي كام صفر في المقام؟ 0 1 يا مستر. يبقى العلامة العشرية اللي هنا تتحرك رقم 1، تبقى كده، يعني 4/10. مسألة التانية بيقول لي مقياس -3 على 8. لو احنا فاكرين من ابتدائي ان المقياس ده بيخرج العدد اللي جواه موجب على طول، يعني هو هنا سالب يخرجه لي عدد موجب، طب لو هو موجب برضه يخرجه لي موجب، يعني ده مفروض ان هو بيساوي 3 على 8. ابدأ اشوف ايه الرقم اللي لو ضربته في 8 يخليه 10 يا 100 يا 1000. هلاقي ان انا لو ضربت 8 في 125 هتديني 1000. مش انا ضربت تحت في حاجة، برضو لازم اضرب فوق في نفس الحاجة. 3 في 125 ب 375، 8 في 125 ب 1000. اقول له بيساوي، دايما العلامة في العدد اللي فوق بتكون هنا بس ما بكتبهاش لان هي على اليمين ملهاش لازمة. في عندي كام صفر تحت؟ 3 اصفار، يعني العلامة هتتحرك 3 مرات، هتبقى هنا كده مرة، التانية التالتة، يعني هتبقى هنا، يعني اقول 375 من 1000. تعالى هنا المسألة التالتة بيقول لي 2 صحيح -2 صحيح و7 على 25. ما ينفعش اسيب شكل الكسر كده، لازم اعمل حاجة خدناها في الاول اسمها ان انا ارفع الكسر. ارفع الكسر ازاي؟ اثبت المقام، اضرب العدد الصحيح في المقام، 2 في 25 ب50، 50 وازود عليهم البسط، 50 زائد 7 يبقى 57. طب انا عايز اخلي المقام يا 10 يا 100 يا 1000. هلاقي ان انا لو ضربت ال 25 في 4 بقت 100، يعني اقول له لو انا زودت دي كده شوية وضربت هنا وهنا في 4 هيساوي، اضرب 4 في 7 ب 28، 8 ومعانا الاتنين، 4 في 5 ب 20 و2 22. اوعى تنسى السالب اللي هنا، على 4 في 25 ب 100. دايما العدد اللي ملهوش علامة تبقى علامته على اليمين،
هنا همشي بكام؟ العلامة همشي بيها كام خطوة؟ هنا صفرين يبقى امشي بيها رقمين، يعني هي كانت هتبقى هنا ادي اول خطوة، هنا تاني خطوة، يعني اقول له هتساوي السالب اهو واتنين، العلامة اتنين 8. المسألة الرابعة بيقول لي 1/3. لو فضلت ادور على عدد اضربه في 3 علشان اخليه 10 او 100 او 1000 مش هلاقي. طب اعمل ايه يا مستر؟ هطلع الآلة بتاعتي وابدأ احل عليها. لو قلت 1/3 وقلت بيساوي، اداني تلاتات كتير بعد العلامة، معنى كده ان العدد ده مش هعرف اكتبه على شكل عدد عشري منتهي، يعني اكتب رقم او اتنين بس، لا ده عدد كبير، فده بنسميه عدد عشري غير منتهي او عدد عشري دائر. فابدا اقول له ان الرقم ده بيساوي، اخد الرقم المتكرر، انا عندي هنا التلاتة هي اكتر حاجة متكررة، هاخد 3 منهم واحط فوقها نقطة، معنى كده ان احنا التلاتة اللي عندنا دي متكررة كتير، ده اسمه عدد عشري دائر. بيقول لي باستخدام الآلة الحاسبة اكتب كل من الأعداد النسبية الآتية على صورة عدد عشري دائر أو دائري. أول حاجة 2/3، باستخدام الآلة الحاسبة بتاعتي بكتب 2/3 وأقول له بيساوي وأحولها، ادتني 6 ستات كتير وفي الآخر 7. أبدأ أقول له إن العدد ده بيساوي، آدي الصفر وادي العلامة العشرية، واقول له 6. هي الستة دي اتكررت كتير؟ ايوه يا مستر اتكررت كتير. ابدأ احط فوقها نقطة كده واحط ال7 في الاخر. طب يا مستر ليه ما حطيتش فوق ال7 نقطة؟ لان ال7 دي ما اتكررتش كتير، فانا لما اجي اقرأ وراك معنى كده ان الست دي اتكررت كتير وال7 ما اتكررتش غير مرة. ماشي. المسألة التانية بيقول لي 2/11، ادي 2/11 واقول له بيساوي، عايز احولها بتك على الاس دي، ادتني 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8، معنى كده ان بعد العلامة العشرية في 1/8، مش الواحد اتكرر كتير هو وال8، يعني احط فوقهم نقطة، معنى كده ان العدد ده اسمه 18 دائر. العدد الثالث اللي عندي اسمه 5 صحيح و71/333. هبدأ اقول له ادي ال5 الصحيح واعمل العلامة، لان ده رقم صحيح وده اللي هو عدد نسبي، هحوله لعدد عشري دائر. اطلع الآلة بتاعتي واقول 71/333 واقول بيساوي واحول، طلعت معايا كام؟ 2/3 2/3 2/3، معنى كده ان العدد ده اسمه 2/3. بص الحركة دي، هحط فوق الاتنين ده نقطة وفوق التلاتة نقطة، وممكن ما احطش فوق الواحد نقطة. ليه؟ لان الواحد بين الاتنين والتلاتة، فانا فهمت ان الواحد هيتكرر معاهم كتير. ده طريقة ان انا احول عدد نسبي لعدد عشري دائر باستخدام الآلة. طب تعال نشوف العكس. بيقول لي استخدم الآلة الحاسبة لكتابة كل مما ياتي على صورة أ على ب. اول حاجة 18 دائر، هقول له ماشي بيساوي، طلع الآلة واعمل العلامة العشرية واكتب 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 لحد اخر الشاشة، واقول له بيساوي، اداني العدد النسبي كام؟ 2/11. المسألة التانية بيقول لي 1/45 دائر. خلي بالك ان الواحد هنا مش فوقه دائر، يعني الواحد اتكرر مرة واحدة بس، انما ال4 وال5 اتكرروا كتير. طب هنكتبها ازاي يا مستر؟ هكتب العلامة العشرية واقول الواحد كتب مرة واحدة بس، واكتب 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
لحد اخر الشاشة واقول بيساوي الرقم اللي اداهولي 8/55. طب يا مستر، هو ايه الفرق بين ان انا هنا ما حطيتش فوق الواحد النقطة بتاع الدائر وهنا ما حطيتش؟ هقول لك ان الواحد بتاع الرقم ده في الاول، معناه كده ان هو اتكرر مرة واحدة بس، انما العدد اللي هنا بين عددين دائرين معنى كده ان هو هيتكرر معاهم، فبدل ما احط فوقه نقطة كمان فانا بوفرها وما بحطهوش. كده احنا خلصنا الدرس الاول من دروس الوحدة الاولى. هنراجع